ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى هند حمد. ده ريفيو عن عزومه اختي عزمتنا 7 رمضان بعد ما والدتي واخويا رجعوا من العمره. ده تمر هندي وقصب جوز اختي كان جايبهم، واخويا جاب صوبيا وقت الفطار بس ما حدش اصورها. ودي الكوبايه بقى انا رصيتها جنب العصير. وده تمر. وده كل من ايه الميه. انا عملت بقى ركن العصير ده بحيث ان ايه وقت الفطار اللي عايز بقى يشرب ميه مع التمر او ميه مع العصير يكون الموضوع اسهل بالنسبه لي. ده الشكل النهائي اللي ركن العصير. دي السفره اللي اختي كانت عاملاها، كانت عامله محشي كرنب ومحشي مشكل كوسه وبتنجان وفلفل، وصينيه رقاق باللحمه مفرومه وفراخ مشويه في الفرن، وشوربه لسان عصفور، وانا قطعت جنبها ليمون كده زي ما انتم شايفين كده، وحطيت جوه الكبشه بحيث ان الموضوع يكون اسهل بقى ايه اللي عايز يفرق اللي عايز يحط الطبق بتاعه ويحط عليه ليمون يكون الموضوع اسهل وايسر. ودي ملوخيه خضراء اختي كانت عاملاها. عاوزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا جدا، وكانت عامله كمان سلطه خضراء. عاوزه اقول لكم ان اختي كانت عامله العزومه دي من الالف للياء. هي اللي عاملاها لوحدها، محدش ساعدها خالص خالص خالص. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها. بعد ما فطرنا لميت انا بقى الاطباق دي كلها وغسلت معاها المواعين. او انا غسلت المواعين، انا ما خدتهاش تعمل حاجه اصلا بصراحه، حلفت عليها ما تعمل حاجه. هي كتر خيرها طبعا، وقفت وتعبت فكتر خيرها. فاقل واجب ان انا ايه اساعدها. ده اقل واجب يعني. ده الشكل النهائي للسفره اللي اختي كانت عاملاها. اتفضل بقى الف هنا وشفا. بعد ما كنا بقى بشويه كده بقى ايه رصينا بقى الحلويات. دي صينيه بقلاوه اختي كانت عاملاها، ودي كنافه المانجا كنت انا جايباها وانا جايه. كنت جايبه كمان صينيه كنافه كنت انا عاملاها في البيت. عاوزه اقول لكم ان انا صورتها نزلتها معاكم قناه في فيديو بعنوان احلى صينيه كنافه ممكن تعملوها في رمضان. خشوا واتفرجوا عليها. عاوزه اقول لكم اللي جرب الوصفه دي هتعجبه جدا جدا جدا. بس قصنا بقى الاطباق فيها الحلو، واللي شرب شاي، واللي شرب قهوه، واللي شرب عصير رمضان، واللي شرب حاجه ساقعه. كل واحد بقى ايه شرب اللي يعجبه. ده ريفيو بسيط عن عزومة أختي. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك واشتركوا في القناة، وارجعوا بالاشتراك. والسلام عليكم.